بس بقى انت بتقولي انا بس بقى؟ حرام عليكي يا بنتي، ده انا زي امك. زي ام انا؟ انت بتهزري ولا ايه؟ انا امي اعلى منك، انت قد كده يا حبيبتي بالنسبه لنا. انت قاعده في شقتي اللي هي باسم انا مش باسمك، فقومي بقى روقي الشقه كده يا زباله. انا زباله يا بنتي؟ زباله. تحب اعيد لك الكلمه تاني؟ زباله. قومي بقى روقي الشقه كتر عشان ألف لما يجي خيرك يا ابويا، بنتي، كتر عشان ألف لما يجي خيرك. ابويا اقول له ان انا روقت، عشان ما تفتحيش بقك وتقولي روقت. ها يلا ماشي يا بنتي. قومي يا حبيبتي، بسرعه بسرعه بسرعه. في ايه يا مريم؟ اقعدي هنا مريم، اقعدي هنا بسرعه. اقعدي ايه، في اقعدي حاجة يا ولا حبيبتي. ايه؟ اقعدي يا ماما، اقعدي اقعدي. في حاجة ولا ايه؟ لا ما فيش حاجه، بس انا هي تعبانه شويه فانا عايزه اروق. ماشي، شطورة يا مريم. روعة عن اسماء، انت عارفة بقى اسماء الفترة دي تعبانة وحمل جديد بقى وكده، فمعلش انت شيل البيت عنها. ماشي يا مريم. ماشي. دي زي امي برضو. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويديم المحبة كده. معلش يا مريم، انا عارف ان انت يعني مش سنك ان انت تعملي كل الحاجات دي، بس بقى هو ربنا اللي رايد كده. ده انا اشيل عشان خاطرها يا ابويا. خلاص ماشي يا مريم، ربنا يخليك يا رب. حاولي برضو بقى انت يا اسماء كده تقومي تقف في المطبخ تعملي اي لقمة كده ناكلها انا ومريم، علشان خاطر برضو احنا جعانين. حاضر يا حبيبي. يلا يا حبيبتي قومي. يلا قومي قومي روقي، يلا يلا قومي. انت هتقعدي يعني؟ انت قاعد هنا يا بابا وسايبني بتضرب بره؟ بتضربيه؟ مين اللي بيضربك يا بنتي؟ في ايه؟ مراتك يا بابا بتضربني وبتهزقني كل شويه وانا ما برضاش اتكلم. يعني ايه يعني بتضربك وبتهزقك كل شويه انت بتقدريش تتكلمي؟ انت بتقولي ايه يا مريم؟ بابا انا نفدت صبري يا بابا، دي كل شويه بتضرب فيا وانا بسكت. طب وانت ازاي تسكتي اصلا؟ ما جيتيش قلت لي ليه؟ بصراحه عشان انت بتحبها يا بابا وحرام. انا مهما اكون بحبها عمرها ما احبها اكتر منك. ده انت بنتي ضنايا، هي تتعوض انما انت لا. طب يا بابا هي بتقعد تضرب فيا، حتى لو انت عايز تخليها تقعد توديني عند تيتا يا بابا. تيتا؟ ما تقوليش الكلام ده تاني يا مريم بعد اذنك، وطالما هي مزعلاكي هي اللي تمشي مش انت. وخليكي هنا وشوفي بابا هيعمل ايه. ازاي تضربك يعني؟ انا عايز افهم انت ازاي تمد ايدك على بنتي؟ انت ايه اتجننتي؟ انا مش قلت لك مريم خط احمر ومالكيش دعوه بيها خالص؟ انا يا عبدو مديت ايدي على بنتك؟ امال مين اللي مد؟ امي اللي طلعت من تربتها وجت مدت ايدها عليها ولا ايه؟ مش فاهم. يا نهار اسود، والله العظيم ما مديت ايدي عليها. لا البت هتتبلى عليكي بقى، طفله لسه ما طلعتش من البيضه هتتبلى عليك وتقول اصل مرات ابويا بتضربني. وانا من امتى بضربها يعني يا عبدو؟ ده انا طول عمري شايلاها فوق دماغي. شايلها فوق دماغك؟ لا ما هو واضح يا حبيبتي، واضح ان انت شايلها فوق دماغك. البت كل يوم بتضربيها وبتعذبيها ومش عايزه تقولي علشان خاطر ما اخسركيش. بقول لها ليه يا حبيبتي؟ تقول لي علشان انت بتحب مراتك يا بابا وانا مش عايزك تخسرها. طفله بريئه مش فاهمه حاجه، حرام عليكي تضربيها ليه وتعذبيها؟ انت ليه بتظلمني وانت ما شفتش حاجه بعينك؟ انا بظلمك؟ ايوه انت ما شفتش يعني حاجه. انت عايزاني كمان اكدب بنتي واصدقك؟ لا ما قلتلكش كدب بنتك، بس شوف الحقيقه بعينك. حقيقة ايه؟ هي دي تعرف حقيقة ولا كدب؟ دي طفلة ما تعرفش حاجة عن الكدب. طفله طفله. بقول لك يا بنت انت، طالما مش هتحترمي بنتي يبقى مالكيش قعاد في البيت ده، فاهمة ولا لا؟ اللي انت شايفه صح اعمله يا عبدو. اقول لك على حاجة، لا بتطلع بره. ماشي يلا روح على بيت اهلك يلا. يلا. نعمل وكيل فيك يا عبدو. انت كمان بتحاسبني وكمان مش عاجبك؟ مش عاجبني يا عبدو. طب يلا يلا يلا. ايه القرف ده؟ زينب، شفت اللي بيحصل في اختك يا اختي؟ ايه مالك يا اسماء؟ شفت اللي انت اجبرتني ان اتجوزه والذل اللي انا وصلت له بسببك؟ طب في ايه؟ طب يا بنتي احكي لي. احكي لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده انا اتخنقت وقرفت وجضيت من الدنيا كلها. ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ اللي حصل لكل ده ان الاستاذ بيهني وبيشتمني على حاجه انا اصلا ما عملتهاش، وبنته بتديني بالقلم على وشي وبترميني في الارض وتخليني امسح وانضف واعمل كل حاجه، وقرفت وتقول لي ايه؟ انا زباله. وانت ازاي ساكته على هنا دي كلها؟ ليه ما جيتيش وقلتي لي من بدري؟ اقول لك ايه بس يا زينب؟ ما انت مش هتصدقيني، هتقولي ما انت عشان مجبوره عليه. انت بتعملي كده عشان تتطلقي. لا يا اسماء، انا جبرتك ان انت تتجوزيه عشان انا شايفاه ان هو بني ادم كويس وكان هينقلك نقله تانية، بس بالكلام اللي انت بتقوليه ده طبعا كنت لازم تيجي تقولي لي، كنت انا هتصرف اكيد. يعني انا مش مجوزاكي عشان اهينك، انا مجوزاكي عشان اريحك. ايه؟ انا ما بقتش عارفه اعمل ايه ولا اروح لمين ولا مين هيجيب لي حقي. البت الصفروته الصغيره دي تمد ايدها عليا يا زينب. خلاص يا اسماء حقك انا هجيبهولك وهتبقي معايا كمان وهوريكي. خشي انت دلوقتي وانا هكلم عبده في التليفون. ماشي يا زينب. بقى يا عبده تعمل في اختي كده؟ ده انت نهارك اسود معايا.
عامله ايه؟ الحمد لله يا مريم، انت عامله ايه؟ كويس الحمد لله. امال فين عبده؟ عبده جوه. وبعدين يا مريم قولي لي، انت ليه بتعاملي اسماء وحش؟ انا بعمل اسماء وحش؟ وقالت ان انت ضربتيها بالقلم كمان. بصي انا ما ضربتش اسماء بالقلم، هي اللي ضربتني بالقلم وهنتني جامد يا زينب. اسماء اختي انا تعمل كده؟ والله. طب روحي نزلي يا عبده يا حبيبتي. حاضر. انا هنا اهو، انا هنا يا مريم. خير، ازيك يا زينب؟ اهلا وسهلا. هو انت خليت فيها خير يا عبده؟ لا اله الا الله. بص يا زينب، بما انك انت جايه تتكلمي في الموضوع ده فاختك اللي غلطانه، وبنتها قدامك وتحكي لك مراتي عملت فيكي ايه. هنتني يا بابا جامد قوي، وخلتني اكنس وانضف، مع اني بنضف لها من غير ما تقول، بس هنتني جامد يا بابا. يرضيك؟ لو يرضيكي طفله زي دي لسه بريئه مش فاهمه حاجه في الدنيا، المفروض تركز في تعليمها وتركز في مذاكرتها وبس، تقوم تعمل كل ده وكمان تتضرب وتتهان؟ لو يرضيك وتقبلها على حد من اهلك انا هحط جزمه قديمه في بقي واسكت. طب بصي يا عبده، انا كنت هكلمك في التليفون وقلت كلام التليفون مش هينفع، جبت بعضي وجيت لك. اول حاجه انا جوزتك اختي اسماء غصب عنها عشان انت كنت راجل كويس، لكن ان انت تضرب اختي وتهين اختي عشان خاطر بنتك ده حاجه مش مسموحه انا عندي. مبدئيا ولا هنت اختك ولا ضربتها ولا مديت ايدي عليها، انا كل اللي قلته لها امشي اطلع بره يلا وروح عند بيت اهلك. شفت منها ايه وحش؟ علشان بتضرب بنتي. ومعلش. انا بنتي ذنبها ان هي تتضرب؟ انا جايب لها مرات اب علشان تريحها ولا علشان تعذبها؟ وهو معلش يعني كلام بنتك نازل من السما يعني عليه كلام مصدق يعني يا عشان بابا ابقى خلاص، فاهمه. أنا الموضوع مش كده يا زينب، بس دي طفله ما تعرفش حاجه عن الكذب، دي هتكذب. خلاص يا بابا يا انا عبدو. مسامحاها مع انها ضربتني، بس خلاص هعمل ايه طيب؟ ما انت بتحبها يا بابا. انت عارف يا عبدو ان بنتك شفت الطفلة بتحب اللي بتقول مش مامتها عارف اللي ايه؟ ماتت. اسمعني يا عبدو، بنتك منحازه لمامتها اللي ماتت، ربنا يرحمها. الله يرحمها يا رب. لكن دلوقتي هي اصلا قبل ما انت تتجوز اسماء هي ما كانتش قبلها، ليه ما كنتش بتعمل حوار مش اكتر؟ ما اكيد هي جت لما جت حبتها، وبعدين هي تشهد لك اسماء. طب بالله عليك، دي شكل طفله تكذب ولا تعمل حوارات؟ انا راضي ذمتك، دي تعرف ايه اصلا عن الحوارات؟ ادخلي انت دلوقتي يا مريم عشان ما تسمعش كلام الكبار ده. طب بص يا عبدو، بنتك مش سهله، وبنتك اديك قالت قدامك اهي بتقول لها يا اسماء، حتى ما بتقولهاش يا مرات ابويا او يا ماما او اي حاجه. فبعد اذنك يا عبدو، زي ما دخلنا بالمعروف هنخرج بالمعروف. والله يا زينب اللي انت شايفاه، بس انا بنتي عندي احسن من الدنيا كلها، واللي يجي على بنتي اكنه جه عليا. خلاص براحتك، اللي بس تشوفيه. عشان تبقى عندك علم بنتك اللي وحشه، وما ترجعش بعد كده لما تعرف طيب يا الحياه تبقى زينب، انا تندم. بنتي مش وحشه، بنتي حلوه وما فيهاش حاجه، بابا وزي ممكن ما بس قلت اجيب لك. تليفوني؟ اتفضلي يا حبيبتي خدي اللي انت عايزاه. روحي يا بس حبيبتي. اهم حاجه يا بابا ما تصدقهاش، يعني انا اكيد مش هعمل كده. عارف يا حبيبتي والله، روحي انت. بعد كده ما تبقاش تغلطوا في الاطفال، وشكلك كده انت زي اختك، انتوا الاتنين ما بتحبوش الا نفسكوا بس. مسترك هتعرف الحقيقه يا عبدو. طيب بس ماشي. لما تبقى تعرف الحقيقه ما تبقاش ترجع تعيط لاسماء. عامة يا زينب انت نورتي وشرفتي. عن اذنك. البنت انا اللي هتعمل حوارات، طفلة زي دي تعرف ايه عن الحوارات؟ اسماء، ايه يا زينب عملتي ايه؟ بصي انا رحت اتكلمت مع عبدو وانتي مش هتكملي معايا. انا قلت له ان هو هيطلقك لحد ما يعرف غلط بنته، وقلت له لو اتاكدت ان بنتك غلطانه ما ترجعش تعيط لاسماء. اولا يا زينب ما ينفعش القرار ده، انت عارفه ان انا حامل وابني ملوش ذنب في انه يجي يلاقي نفسه في المدعكه دي. تاني حاجه بقى، انا مش عايزه اخرب بيتي. يعني ايه مش عايزه تخربي بيتك؟ يعني حلو الاهانه اللي انت عايشه فيها. تعالي بس كده، بعيدي بس بعيد عن المطبخ. بصي هو مش اهانه ولا حاجه يعني، وانا ممكن اخدها يعني اصاحبها، احاول امشي الدنيا معاها، انما ان انا اتطلق بقى ويبقى اسمي مطلقه وانا حامل فدي كبيره قوي بالنسبه لي يا زينب. هو اولا المطلقه في المجتمع ده مش عيب، تمام؟ والناس اللي تقولك دي انت متطلقه وبتاع دي حاجه، دي ناس عقليتها ضعيفه. تاني حاجه بنته مستغله خالص، بنته سماويه بمعنى اصح من تحت لتحت. انت ايه اللي جابرك على العيشه دي؟ انا نصيبي كده يا زينب، هعمل ايه يعني؟ وبعدين انا حبيت عبده قوي وما ينفعش ان انا ابعد عنه، مش هعرف اعيش من غيره يا زينب. يعني ايه حبيتيه عشان حبيتيه تقبلي ان انت تتهاني من عيله صغيره؟ وبعدين ايه نصيبك؟ على فكره الواحده لما تتجوز وتلاقي نفسها مش مرتاحه المفروض تتطلق. بصي انا واثقه في قضاء ربنا، وعارفه ان ربنا مش هيعيشني في اللي انا فيه ده كتير، ومصيرها هيجي يوم والحياه كلها تكتشف وعبده يعرف ان انا مظلومه. انت متاكده يا اسماء ان انت عايزه تعملي ايه؟ متاكده يا زينب. خلاص براحتك، بس بيت اختك مفتوح لك دايما،
ولو في اي حاجه برضه انا هقف لعبده. ربنا يخليكي ليا يا زينب. ماشي يا اسماء، خشي بقى ارتاحي وخليكي قاعده معايا يومين، بعد كده بقي روحي. حاضر. يلا خشي. ربنا يصلح حالك يا بنتي والله. ايوه يا بنتي زي ما بقول لك كده، بابا مشاها. ايه اللي رجعك تاني؟ بابا فين يا مريم؟ ايه اللي رجعك تاني؟ ده بيتي ومن حقي. بيتك؟ ما تعرفيش بقى ولا ايه ان بابا كاتب الشقه دي اسمي، فانت ممكن دلوقتي نفتح البيت ده كده ونطلعك بره. ومين قالك ان انا هطلع بره؟ عادي انا اقدر. لا مش هتقدري. انت قدرتي مره وكنت هتخسريني بيتي، بس مش هتقدري التانية. انت بتكلميني انا كده؟ ايوه بكلمك انت كده. طب ماشي يا شاطره، اطلعي بره. مش هطلع بره. اطلعي بره. بابا فين يا مريم؟ بصي مش هزود معاكي كلام كتير، اصلا مش بتكلم مع زبالين، فانتي ادخلي روقي الشقه عادي، يعني تروقيها وتمشي زي الناس اللي احنا بنجيبهم دي، عارفاها؟ بتروقوا ويمشوا، فانتي روقيها وامشي. انا يا مريم اللي كنت بدور عليك طفله ومش فاهمه حاجه وصغيره ولا تعرفي حاجه عن الكذب والحوارات، تطلعي انت بتعمليها بالطريقه دي؟ انا ما قلتلهاش حاجه يا بابا. يا شيخ طب انا الاول صدقتك علشان ما شفتش بعيني، انما انا دلوقتي هصدقك ازاي وانا شفتك بعيني وسمعتك بوداني؟ ها قولي لي حاجه يا مرات ابويا، انا قلت لك حاجه؟ الكذب ما بيفضلش متداري دايما يا مريم، وانا ما كنتش اعرف ان ابوكي هنا. شو يا مريم؟ بصي بص انت يا عبدو، انا عامه لما رجعت عشان اللي ببطني ملوش ذنب في كل اللي احنا فيه ده، ما رجعتش عشانك انت، عشان انت انسان ظالم وما أنا مش تستحقش ظالم. عيشتي معاك. انا مش ظالم يا اسماء، بس حطي نفسك مكاني. عيله صغيره زي دي عمرك تشك ان هي تكذب؟ اشك. ما عادش دلوقتي في زمن طيب الاطفال انا ما ده. اعرفش. ما تقولش ما تعرفش. أنا ما أعرفش. انت ما تعرفش يبقى تشوف الحقيقه في عينك، ما تظلمش مراتك. بناء على ايه تظلمني؟ انا عمري قصرت معاك في حاجه، ولا في حقك ولا في حق بيتك ولا في حق البنت بنتك. صدقتها صغيره بس قرده وصدقتها، رسمت عليا الدور، مراتك بتعذبني وبتضربني وبتخليني اعمل كل حاجه في البيت، رسمت عليا الدور، انا صدقتها يا كبير. ولو انت برضه مكاني كنت هتصدقي. دي اليوم اللي انت جيت ولقيتها بتشيلني من على الارض تقعدني على الكرسي، انت فاكر ان هي كانت بتقعدني؟ اليوم ده هي بتضربني بالقلم فيه. انا مش عارفه اقول لك ايه غير انا اسف وحقك عليا، بس صدقني انا مش هزعلك تاني اكيد، وبالنسبه لها انا فعلا قصرت في تربيتها وسبت لها الحلب اللي سايب على الاخر. عامه يا عبدو كلمه انا اسف ما بتصلحش اللي اتكسر، وانا زي ما انا فهمتك انا راجعه عشان ابني مش اكتر. طب بقول لك يا اسماء، ايه يا عبدو؟ ادخلي جوه دلوقتي وانا هخليها تيجي لحد عندك وتبص فوق دماغك، وان ما كانتش بعد الكلام اللي اقوله لها تعاملك زيها زي مامتها بالظبط، ابقى انا ما اعرفش حاجه. ادخلي انت دلوقتي. ماشي يا عبدو. بقى انت بقى اللي كنت عامله بريئه وعامله غلبانه وعامله طيبه يطلع منك كل ده؟ بابا انا ما غلطتش في حاجه بصراحه، انا ما بحبهاش يا بابا. ما بتحبهاش تقومي تعمليها بالاسلوب ده وتضربيها بالقلم وتهنيها وتطرديها بره وتقولي لها اصل دي شقتي وبابا كاتبها باسمي؟ الله يرحمها مامتك كان فاهم منك كده، مش هي اللي كان فاهم منك، لا ده انت اللي فيكي منها. انت شكلك كده هتاخدي كل طباعها، وطباع مامتك كانت زي الزفت. الله يرحمها انا كنت بحبها وما زلت بحبها وهفضل احبها، بس بطباعك دي هتودي نفسك في داهيه. اما فوقتيش لنفسك وتعلمت الصح وتعلمت الغلط وفهمت الدنيا دي ماشيه ازاي، هتتعبي في حياتك لما تكبري. وانت صغيره دلوقتي لازم تتعلمي كل حاجه، وخليكي مؤدبه وحبي كل الناس، هتلاقي كل الناس تحبك. بابا انا عارفه ان انا غلطت، بس انا بصراحه ما كنتش بحبها، يعني حاسه ان هي تاخدني منك. مفيش الكلام ده يا مريم، كل دي وساوس في دماغك وبس. انا بروح شغلي، برجع من شغلي بقعد معاك وبقعد معاها وبناكل وبنشرب مع بعضينا وبنبقى حلوين. معرفش بقى ان انا لما بروح الشغل انت بتعملي فيها كده، واللي يثبت لك ان هي حد كويس ان هي ما جاتش وقالت لي. ده انت اللي عملت الحوار كله من اوله لاخره.
انا اسفه يا بابا، ولو انت زعلان مني انا ممكن اروح اصالحها ومش هعمل اسفك كده ده مش تاني. ليا، انت اللي هتقومي تتاسفي لها وتصالحيها فعلا لحد ما ترضى وتحاولي تحبيها. مع الوقت هتعرفي ان هي طيبه. ما انا برضو كنت مستغرب، اصل انا مختار لك مرات بصراحة أنا اب عارفة إن هي تكون طيبة. كويسه. طيب طالما عارفه ان هي طيبه تقوم تصالحيها. انت شايف كده يا بابا؟ اه يا حبيبتي شايف كده. يلا لسه زعلانه مني؟ اه زعلانه منك. قالت فيك ايه بقى؟ تخلي كده. بصي، اهم حاجه ان انا كنت زعلانه على بابا وفاكراكي مثلا هتاخدي بابا مني، بس انا اتاكدت ان انت طيبه ومصدقيني مش هعمل فيكي كده تاني. بصي يا مريم يا روح قلبي، انت في مقام بنتي اللي انا لسه ما خلفتهاش، وانا عمري في حياتي ما اعمل فيكي كده، لاني ما اقبلش ان انا لما يحصل لي حاجه لا قدر الله بعد كده تيجي واحده تعمل في عيالي كده. وانا بعاملك بما يرضي الله، وانت عمرك ما شفتي مني حاجه وحشه. فعلا انا ما شفتش منك حاجه وحشه، بس انا انت اللي شفتي مني حاجه وحشه. خلاص حصل خير وانا مش زعلانه منك. وصافيه لبن. حبيبي عشت. ماشي يا روح قلبي. امي بقى اعمل لنا ورق عنب اصلا اصلا. ماشي.